السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. بص يا سيدي، أنا ولا هزعق ولا هعلي صوتي ولا هنقول بقى بروباجندا زي باقي الناس اللي طلعت في السوشيال ميديا وتقول لك إيه يا عم إمام أنت مضيت للأهلي، هو أنت ابن التتش يا عم، مش عارف إيه الكلام ده كله. كل ده كلام عشان الشو والحركات وبتاع والكلام ده. طيب، ما لا تعرفه عن صفقة إمام عاشور. الموضوع طبعا كله عارف إن هي بدأت من صورة عبد الله السعيد، والاهلي ما بيتعنتش، ومرتضى بصوته وبزعيقه وبشتمته وقله ادبه مع كل الناس افتكر ان هو راكب الاهلي بصمت الخطيب، ولكن الخطيب بيصمت وبيضرب وما بيسكتش. الخطيب حبسه، الخطيب رفع عليه قواضي، الخطيب عزله، الخطيب زعله. مرتضى حاول ياخد عبد الله سعيد ويعمل بروباجندا وانا اللي مسيطر، وبعدها خد لعبات الطايره. فعايز اقول لك ان هو يعني كل ده مش بيسهل. تخيل بقى صفقة امام عاشور، الجانب الاخر من الصفقة اللي الناس فاهماها ان هو شتم وعمل ومش عارف ايه. هو الفكرة بشكل عكسي. انت يا باشا انا خدت منك اللي كان بيشتم، اللي هيموت في حب الزمالك، اللي مولود بالفالنة البيضة، اللي اتلف في الفالنة الزرقاء، اللي معجون بعلم يعني تقريبا كان رادع السهم دخل في زوره وهو بيتولد. يعني انا خدت منك ده، انا خدت منك ده بالنسبه للجانب بتاع امام عاشور. بالنسبه كصفقه انا واخد لاعب من الزمالك، تخيل انا خدت ده يعني. فدي نقطه مهمه، انا خدت منك اللاعب اللي معجون بميه الزمالك ومعجون بالمدرج. دي صفقه مدويه. غير طبعا انا بقى ابتديت الاسوعك في المدرب بتاع الطايره، غير بتاع السله، والاسوعك في اللعيبه الطايره. بص، الخطيب وكهربا هيقفلوا لكم النادي. كهربا مبهدلكم، كهربا يعني الواد عمل فيكم بكل الفلوس اللي عليه بزياده اضعاف اضعافها اللي عملوا فيكم، والديون ومش عارفين تسدوا حاجات. الواد هيجننكم عايشين على وهم ديون كهربا. فالخطيب ملاسوحكم والخطيب مش هيسيبكم. فصفقه امام عاشور صفقه مدويه. طيب، ده بالنسبه للصفقه. نيجي بقى على اللاعب بشكل اخص. اللاعب ده يا باشا من افضل لعيبه في مصر. اللاعب ده الوحيد اللي فكر صح. تعال نقارن بينه وبين ملك، يعني اللي الناس ما حسبتهوش، بينه وبين رمضان صبحي. نفس الكلام، نفس المواضيع. يعني اولا الزمالك معهوش فلوس يخش في صفقه، فكان بيصيع ان اللاعب يخلص نفسه ويجي على حبك للزمالك وانت ابن النادي والهري ده. طيب يا سيدي، ايه اللي حصل ما بين بيراميدز والاهلي؟ بيراميدز ادى سعر اعلى والاهلي بيخلص، والواد عايز الاهلي، الواد عايز البطولات، عايز المجد. هو شاف، كان ذكي قوي، شاف اللي حصل للعيبه التانيه، شاف اللي بيحصل في كل المواقف دي. فهنا هو حسمها صح، يعني حسم النقطه دي صح. طب تعالى بقى لاحمد حسام ميدو وجمهور الزمالك. جمهور الزمالك طبعا كالعاده ما بيسيبش اخطائه على نفسه، ولا بيغلط نفسه، ولا مديرينه شركه السمسره والعالم الحراميه اللي سرق النادي، ولا النادي بينهار، ولا الكلام ده كله. بيعلق شماعته دايما على مشاكل الاهلي. طيب، النقطه الثانيه ان انت عندك ليه بقى، ودي النقطه الاهم، احمد حسام ميزو ما طلعش قال نفس الكلام اللي قاله على سيف فاروق جعفر وعلى يوسف أسامة نبيه. يعني قال لك ايه، هو حب يقلد الخطيب كراجل كروي قديم وراجل تقيل يعني، واحمد حسام ميدو عالمي. قال لك ايه، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. فهنا قلد الخطيب. طب ليه ما حدش طلع على الجمله دي على امام عاشور في الاهلي او على كهربا في الاهلي؟ ما ينفعش يتزعل منهم، ما ينفعش يتزعل عليهم، لانهم بقوا في بقوا في حاجه تانية. النادي الاكبر في تاريخ الوطن العربي وافريقيا هو النادي الاهلي، فلما حد يمديله ده شرف ليه. طيب، النقطه الثانيه عايز اتكلم عنها، شيكابالا. الناس زعلانه من شيكابالا عشان قصه ان هو قال نزل بوست يعني ان جمهورك اللي باقي. والله العظيم الراجل ما غلط، ده اول مره يتكلم صح. والله الراجل ما غلط، ده اول مره يتكلم صح. ما جمهورك اللي باقي، الجمهور اللي بياخد كل قلم على فاه وبيرجع يخلي الناس اسطوره. شيكابالا ده اللي رزعهم 3-5 مرات يهرب،
30 مره شتيمه بينه وبين الجمهور وعلى علوم الجزمه في الاستاد ومش عارف ايه، ورجع اسطوره. شيكابالا اللي عايز ينهي حياته في الاسماعيلي رجع اسطوره الزمالك. فانت الراجل ما كدبش، هو قال جمهورك اللي باقي، جمهورك اللي بياخد الخبطه وبياخد القلم على قفاه وهو اللي باقي. مرتضى يضحك عليهم، بيخسر النادي فلوس، بيسرق وهعمل لكم صفقات الهوا اللي بيعملها دي، وفي الاخر جمهورك اللي باقي. شيكابالا ما كدبش، شيكابالا زي الفل. شيكابالا اول مره يقول حاجه صح، جمهورك اللي باقي. كل اللعيبه ملهاش اي انتماء، هات لي اي لعيب في الدنيا ممكن الاهلي يمضيه ومش هيمضي الا لما ياخد اعلى بكتير في الزمالك. اي حد لبس في نادي الزمالك بيتمنى بينه وبين نفسه شرف ليه ان يلعب في الاهلي. سلام.